طبعا هرجع افردها بالشكل ده والسمك زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. ده سمك العجين اللي احنا محتاجينه. عندي هنا كمان الصينية بتاعتي مقاسها حوالي 24. طبعا حطيت في النص ورقة زبدة في الاول، وبعد كده هرجع افرد العجينة بالشكل ده. مفيش اي مشكلة، الزيادات دي هترجع تتقفل مع الطبقة التانية. حطيت بعد كده نزلت بكمية التفاح المناسبة، وزي ما قلت ان عندي هنا التفاح يعني هو مبردش تماما، لو زي ما انتوا شايفين هنا البخار طالع منه، يعني هو ارتاح معايا حوالي 5 دقايق وبعد كده رجعت استخدمته. فما تقلقوش جدا هتقول ان هو يعجن معاك العجين، لا مش هيعجن ولا اي حاجه، استخدميه ما تقلقيش خالص منه. بعد ما نحط التفاح طبعا نوزعه بالشكل ده، هنسيب الصينيه على جنب ونرجع نفرد الطبقه التانية. في الطبقات من اول الطبقه التانية طبعا هنعمل فيها فتحات بالشكل ده، علشان خاطر انا لما ادخل الصينيه عندي الفرن توزع الحراره وكل كميه العجين عندي يستوي. فطبعا هنوزع، واي زيادات بقى في العجين هنحاول نشيلها بالطريقه دي او اي طريقه تناسبك. طبعا ممكن تعملي فراغات بالشوكة، ممكن تعمليها بالسكينة، ممكن تعمليها اي حاجة تناسبك. المهم تعملي فراغات في كل طبقة علشان خاطر الحرارة تتوزع معاكي كويس جدا وتطلع معاكي الكيكة بتاعتك مستوية. كده خلصنا كمية التفاح، وهنحضر بقى اخر طبقة معانا. بعد كده طبعا هشيل الزيادات وهحاول اسوي الاطراف بتاعة الكيكة بتاعتي. هنا بقى جبت ورق الزبدة وهحاول اقطعه على حجم الصينية من فوق، بس اكبر شوية علشان انا حابة اغطي الصينية بتاعتي بورق ألمونيوم. هنا طبعا قفلت كل الكيكة بتاعتي، دخلتها الفرن على درجة حرارة 170. كان طبعا الفرن سخن قبل كده، ورجعت بعد نص المدة خرجتها ودهنت الوش بتاعها بالحليب، وبعد كده رجعت دخلتها مرة تانية. هي هتاخد معاكي من 60 دقيقة ل70 دقيقة، مش اقل من كده، بس في نص المدة لازم يعني تخرجيها وتدهني وشها، وبعد كده تشيلي ورق الألمونيوم ورق الزبدة. وده بعد ما خرجت من الفرن. طبعا هنسيبها لحد ما تهدى معانا خالص، الحرارة تبرد تماما، وبعد كده هنرجع نخرجها من الصينية بالطريقة دي. حطها بقى في طبق التقديم، ممكن ترشي عليها من فوق سكر بودر، وممكن تقدميها بالطريقة دي مفيش اي مشكلة خالص. طبعا الزينة في النهاية اختياري. بعد كده هنرجع نقطعها ونقدمها مع كوباية شاي او كوباية قهوة، وكمان زي ما قلت تنفع للاطفال في المدارس لما بتبرد تمام بتكون متماسكة، فالاطفال يعرفوا يمسكوها. ولو حد بيحب المكسرات كمان ممكن يضيف مع الحشو بتاعها مكسرات لو حد حابب. ودي شكلها بعد ما خلصت. بتمنى تكون نالت اعجاب حضراتكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد بوصفة جديدة.